الفارق بين البريد المجاني والبريد المدفوع. الفارق بين البريد المجاني والبريد المدفوع ده عنواننا النهارده، وكنت محتار في الحقيقة بين الموضوع ده، الدرس ده نشرحه ودرس تاني اللي هو ازاي تقدر تكسب فلوس كويسة باستخدام الايميل بتاعك. لكن نرجئه للحلقة الجاية بإذن الله، استنونا فيها. والنهاردة هنشرح الفرق بين البريد المجاني والبريد المدفوع. بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا عارفين ان البريد المجاني اللي هو على شاكلة مثلا abc at yahoo.com او abc at gmail.com او صلى الله على محمد هوت ميل MSN. في دومينز كتير وسيرفيس كتير بتدينا بريد مجاني. في بعض الاحيان لما بنيجي ندور على البريد بتاعنا، يعني مثلا انا عايز اسمي محمد او علي، هقول علي وانا عايزه يبقى بالشكل ده @yahoo.com. ما بلاقيهوش موجود، بيقول لي لا ان ده ريسيرفد قبل كده، موجود حد تاني خده خلاص. فبروح اقول له طب انا عايز علي كذا وعلي كذا وعلي، اقعد بقى ادور لحد ما الاقي مثلا علي داش 1900 مثلا و50. بيقول لي برضه موجود. طب اقول له داش اي جي، فيقول لي ده مش موجود. فبلاقي شكل الميل بتاعي اللي هو الجزئيه دي كده ما هياش حلوه. بلاقي شكل الميل بتاعي اللي هو الجزئيه دي للاسف ما بقتش حلوه. لما اجي ابعت منه بيزنس ميل ما بيبقاش جاي من مين، من ده لا ده مشكوك فيه، احتمال يكون ده فيروس، احتمال يكون فيه مشكله، احتمال يكون، لان ده لو بيزنس بيبقى دومين. يعني ايه دومين؟ نفهم هنا الاول. هو انا ليه بشتغل على النوعيه دي او السيرفيس دي ببلاش؟ الشركات دي من الشركات اللي بتعمل سيرش انجن وبتعمل اعلانات، فهي لازم تطور لك في الخدمات بتاعتها وتديك مساحات كويسه عشان تقدر تحط اعلانات جنبها. فوانت داخل تستخدم السيرفيس بتاعتهم المجانيه تشوف اعلاناتهم، فيبقى انت بالنسبه لهم فيزيتور، واحد فيزيتور، لكن هم بيبقى عندهم ملايين الفيزيتورز. فانا لما اجي احط اعلان عربيات اشوف مين اللي عنده عدد فيزيتورز كويس، مليون، 2 مليون، 5 مليون، 100 مليون. فلما احط عندي او عندي ياهو اعلان في 100 مليون هيشوفوه وورلد وايد، فده حاجه كويسه. فهو يطور في الخدمه عشان اعلانه يتشاف. طيب، بس ما زالت الخدمه الميل هنا مش بيزنس ميل، مش بيزنس ميل. لكن لما يكون مثلا انا عايز اعمل دومين باسمي، دومين اللي هو يا جماعه ما بعد كلمه الات، ما بعد كلمه الات. يعني مثلا انا عايز اعمل شركه اسمها يونيفرسال، يونيفرسال صلى الله على محمد دوت كوم مثلا. في الحاله دي مش طيب، في الحاله دي بقى الدومين ده، الدومين اللي انا كاتبه ده هو محجوز ولا لا؟ اروح الاول، لازم الاول اروح على هو از عشان اشوف الدومين ده موجود قبل كده ولا لا. فلما اعمل سيرش عليه على طول هيقول لي خلي بالك ده محجوز، ده محجوز تمام، unavailable. وتقدر تعرف محجوز لمين والمدة الحجز بتاعته قد ايه. طب الدومين ده لو انا عايز اخد بدل دوت كوم، اقول له طب شوف لي كده الدوت نت عندك محجوز ولا لا، ودور. هيروح يدور ويرجع هيقول لي برضه محجوز. طيب هقول له يونيفرسال داش اي جي مثلا، واقول له دور اللي هي ايجيبت، هيروح يشوف ويرجع هيقول لي برضه محجوز. هفضل بقى في السايكل دي لحد لما الاقي فورمه معينه ونشوف محجوزه ولا مش محجوزه. لو هي خلاص لقينا حاجه وتمام والدنيا مظبوطه هناخدها. هنا بقى اليونيفرسال دي ليه بتشيك على هو از؟ لان هو از ده الموقع الاشهر اللي احنا بنختبر عليه. طبعا في مواقع كتير بنختبر عليها الدومينز دي موجوده في العالم، حد حجزها قبلنا ولا لا. لكن لو هي مش محجوزه نقدر نشتريها بكل سهوله. طيب اليونيفرسال ده هاجي قبله لما بحجزه بلاقي في عندي مثلا ميل انا عايز اعمله انفو
ات. ما بعد الات هو الدومين اللي انت اشتريته، وده بنحجز له بعد كده حاجه تانية اسمها هوستنج. يبقى انت لما بتيجي تشتري بتشتري دومين وهوستنج، دومين وهوستنج. هوستنج دي اللي هي مساحه الاستضافه اللي هتقسمها بقى بعد كده للايميلات زي دي. عايز اعمل انفو، وعايز اعمل سيلز ات، وعايز اعمل ماركت ات، وعايز اعمل علي سواء كان بالاي او بالواي ات. لكن لما اجي اعمل سيلز ات ياهو مش هلاقي، علي ات جيميل مش هلاقي. هنا انت حفظت خلاص الدومين بتاعك، تكريت عليه حاجتك بتاعه البيزنس بتاعك، وده مهم قوي في الشغل. انا لما الاقي الميل جاي من الدومين ده، قبل ما افتح الميل هروح ابص على الدومين الاول على السايت بتاعه، هل موجود قبل كده ولا لا، في شغل عليه ولا لا. طب تعالوا ناخد الدومين اللي احنا لقيناه محجوز كده ونروح نبص عليه، هل في حاجه فعلا كده، واشوف نشاطهم ايه، وهل تتماشى مع النشاط بتاعي ارد عليه ولا لا. هروح افتح ادور كده، انا مستنيه يفتح خلاص ال السايت دوت، واشوف الناس دي ده فعلا في حاجه اهي. ادخل بقى اشوف النشاط بتاعهم ايه وبيتكلم عن ايه، وهل يتماشى مع الشغل بتاعي والكلام بتاعي ولا لا. لو لقيته تمام متماشي مع البيزنس بتاعي يبقى ده مش سبام، يبقى هو فعلا عايزني افتح الميل بتاعه وانا مش قلقان، وابتدي اتعاطى معاه بقى واقول له انت هتبعت لي كذا وانا هبعت لك كذا، الاجريمنت اللي بيننا بالشيء الفلاني، ويبتدي يحطني في الجزء التراستد ايميلز عشان اتعامل معاه. هنا بدفع فلوس سنويه مقابل الايميل دوت، وده بتبقى فلوس مكانها صح ومكانها مظبوط. لكن لما نيجي نبعت نشتغل بيزنس ات ياهو ات جيميل ونبعت للناس بره سواء كان في امريكا او في اوروبا، عاده لما ما بيلاقوش لينا دومين وما بيلاقوش لينا موقع، لا لا لا، ما بيحبوش يتعاملوا في الاتجاه ده. هو بيسالني على الايميل الاوفيشال اللي هو هتفضل الرسائل رايحه جايه بينا عليه، ومعتد بالرسائل بتاعتنا قانونا، ومعتد بالرسائل بتاعتنا از دوكيومنتري. اقدر او ارجع للحاجات بتاعت السنه اللي فاتت واللي قبلها، اقدر اعرف موظفيني بيشتغلوا ايه وبيعملوا ايه، واطلع على كل واحد منهم، اقدر اعمل مانجمنت للايميل ده. طيب في البيزنس احنا هنفضل الايميل الاوفيشال ولا الياهو والجيميل والام اس ان؟ لا، هنفضل طبعا الاوفيشال. لكن لا غنى لنا عن الياهو والجيميل والياهو والام اس ان. ليه الكلام ده؟ لان كل تكنولوجيا وليها بعض الاحيان مشاكلها. مفيش تكنولوجيا، مفيش تلفزيون مفيش فيه اعطال، مفيش راديو مفيش فيه اعطال، مفيش ثلاجه مفيش فيها اعطال، مفيش عربيه مفيش فيها اعطال. يبقى لازم يكون معايا حاجه سبير. العربيه لو عطلت هتاخد تاكسي، الغساله لو حصل فيها حاجه لا قدر الله بتروح على طول على محل تنظيف ملابس. الايميل لو عطل لازم تلجا لجيميل وياهو. يبقى احنا دايما بنحجز دومين ونعمل ريفرنس كده، يا جماعه الميل بتاع الالترناتيف ميل ده انا ممكن اتعاون معاكم من خلاله لو حصل عندي مشاكل. دي بكل سرعه وبكل بساطه كانت حلقتنا النهارده. ارجو ان هي تكون نالت رضاكم، واستنونا في الحلقه الجايه باذن الله. دمتم في امان الله.